اتفرج كده على الصوره دي. 13 سنه فاتوا من ساعه ما خرج من الملعب وهو متضايق وزعلان. 13 سنه كامله وهو بيتنقل من النادي لنادي، يكسب ماتش ويخسر ماتش، والناس تقول له خلاص انت شطبت يا مورينيو، انت خلاص شطبت يا عالمي. وفجاه في 2026 الخبر اللي ما كانش حد مصدقه نهائي، مورينيو راجع ريال مدريد. السؤال الحقيقي بقى مش ان هو راجع ولا لا، السؤال الحقيقي هو لسه قادر يدي؟ هل الراجل اللي بنى اعظم موسم في ريال مدريد لسه قادر، لسه عنده ان هو يدي، ولا الزمن اتغير وبيريز بيراهن على حصان خسران؟ قبل ما نبدا انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس، ويلا بينا عشان نحكي حكايه مورينيو. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس، كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. النهارده هنتكلم على صفقه العوده، وايه اللي مستنيه في ريال مدريد، وليه القرار ده ممكن يبقى اكبر مفاجاه الموسم اللي جاي. ما تروحش في حته بقى لحد ما نعرف الحكايه الكامله، وانزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس. في 18 مايو 2026 الدنيا اتقلبت في اسبانيا. سكاي سبورتس اكدت ان جوزيه مورينيو وقع توقيع شفهي كده مع ريال مدريد ان هو معاهم الموسم اللي جاي، والموضوع مش سنه مثلا، لا ده عقد سنتين، يعني هيكون مدرب الميرينجي في 2026 الموسم اللي جاي. عندك مورينيو بعيد عن البرنابيو بقاله 13 سنه، والراجل عنده 63 سنه، بس الصفقه دي ما جاتش من فراغ. ريال مدريد عدى عليه سنتين وموسمين كده مش الطف حاجه، وزي ما انتم عارفين ما كسبش ولا بطوله وموسم صفري، وبص يعني الدنيا مقلوبه خالص. ريال مدريد انت متخيل النادي اللي اتعود ان هو يفرحنا وان هو يجيب بطولات، وان هو موسمين ما عملش حاجه رغم النجوم اللي عنده امبابي وفينيسيوس ولاعيبه كتير. يكفي ان احنا مخلصين الموسم ده في المركز الثاني، وان احنا كنا اصلا نخلصه من بدري. 11 نقطه فرق ما بيننا وما بين برشلونه، ده غير ان عندك برشلونه كسب الدوري مرتين ورا بعض، يعني موضوع مقلق الصراحه. I know in England I'm loved. In Spain the situation is a bit different because some people hates me. يعني الموسم اللي فات كان كارثه بكل المقاييس في ريال مدريد. عندك تشافي الونسو جه استلم ريال مدريد وقعد فيها 8 شهور بس، واربلوا استلم منه في يناير في 2026. يعني اربلوا عمل اللي عليه وقدر يثبت الفريق في المركز الثاني، بس بيريز قال ان ده مش كفايه، وان هو عايز حد عنده تاريخ يطلع بالنادي ويخليه ياخد بطولات تاني زي الاول. ده غير ان هو بيدور على حد يفرض هيمنته في اوضه اللبس، لان المشاكل كتير جدا في اوضه اللبس. فالاسم اللي طلع جوه دماغ بيريز مفيش الا واحد، جوزيه مورينيو. طيب عشان نفهم كده ليه الخبر ده مهم ودقته كبيره والخبر اخد حجم كبير جدا، لازم نرجع لسنه 2010. مورينيو جه الريال بعد ما عمل ثلاثيه رهيبه جدا مع انتر، دوري ايطالي وكاس ايطاليا وابطال اوروبا. جه عشان مهمه واحده بس، يكسر هيمنه بيب جوارديولا بتاعت برشلونه. في موسم 2010 2011 خلص الموسم ده في المركز الثاني ب 92 نقطه، بس كسبوا كاس ملك اسبانيا بعد ما كسبوا برشلونه في النهائي اللي كان في الوقت الضايع ده. الكاس ده بقى كان مهم لمورينيو لان كان اول بطوله ياخدها مع ريال مدريد، وبعدين ده خدوا من برشلونه، يعني ما خدوش من فرقه تعبان. لكن بقى نيجي للموسم الاسطوري 2011 2012، ده الموسم اللي لحد دلوقتي بيتدرس في ريال مدريد. ريال مدريد بقياده مورينيو حقق ارقام ما حدش كسرها لسنين، جاب 100 نقطه في الدوري وده كان رقم قياسي وقتها، 121 جول مسجلين في الموسم نفسه، 32 مباراه فوز، 46 جول لكريستيانو رونالدو بس في الدوري، و60 جول في كل البطولات. الفريق ده ما كانش بيلعب كوره، الفريق ده كان بيدمر اي فرقه بتيجي قدامه، جري وضغط وهجمات مرتده بسرعه الصاروخ. وزي ما بقول لكم ان كل قصه جميله لازم يكون فيها نهايه حزينه. في الموسم الثالث الدنيا اتقلبت جوه غرفه الملابس، وكان في مشاكل ما بين مورينيو وما بين كاسياس اللي هو كان قائد الفريق وقتها. الاخبار بقت في الجرايد واللعيبه بدات ثقتها في نفسها تقل، وريال مدريد خرج من نص النهائي في دوري الابطال، والمشكله ان كان للسنه الثالثه على التوالي. ومورينيو قال وقتها ان الموسم ده اسوأ موسم عدى عليه في ريال مدريد وفي حياته كلها. ريال مدريد خرج الموسم ده بس بثلاث بطولات، الكاس والليجا وكاس السوبر، وده خلى مورينيو في المركز الثامن مقرر في قائمه انجح المدربين في النادي. عندك مثلا انشيلوتي كسب 15 بطوله وزيدان كسب 11 بطوله. In Real Madrid, I had my best team in direct counter-attack because I had young Di Maria, young Ronaldo, young Higuain and young Benzema. We killed everybody in offensive ترانزيشن. طيب بعد ما مشي من ريال مدريد ايه اللي حصل؟ في الفتره الثانيه لما راح تشيلسي كسب معاهم الدوري الانجليزي 2014 و2015، وكسب معاهم برضه كاس الرابطه، بس انتهت بشكل كارثي لما اتطرد الموسم اللي بعده والفريق كان في مرحله الهبوط. نيجي بقى للفتره اللي راح فيها مانشستر يونايتد من 2016 ل 2018، كسب معاهم الدوري الاوروبي 2016 2017 وكسب معاهم برضه كاس الرابطه. الموسم ده هو خلصه في المركز الثاني في الدوري الانجليزي، بس بعد كده اتدهورت الامور واتطرد في 2018. بعد كده راح توتنهام من 2019 ل 2021، ما كسبش ولا بطوله وخسر نهائي كاس الرابطه، واتقال ان النادي بقى عيب اكتر من ان هو مكسب. بعد كده
كده بقى راح روما في سنه 21 و24. هنا بقى حصلت لحظه الانقاذ، كسب اول نسخه لبطوله الكونفرنس ليج سنه 2021، وده كان اول لقب اوروبي في تاريخ روما اصلا. بعد كده راح فرنبشكا التركي، والتجربه ما كانتش لطيفه وارهقته وما كملش معاهم. بعد كده راح بنفيكا في موسم 25 26، خلى بنفيكا يخلص الدوري البرتغالي كده ايه بدون ولا خساره لكن في الاخر خلصوه في المركز الثالث ورا بورتو وسبورتنج لشبونه. الخلاصه ان مورينيو لسه عنده القدره ان هو يبني فريق وان هو يجيب بطولات وان هو يعمل كل ده، بس انا متاكد ان هو مش زي 2010. بس الحقيقه المره هنا ان هو في 13 سنه ما كسبش ولا بطوله اوروبيه، يعني ما كسبش دوري الابطال، اخره كسب بطوله محليه اللي هي مثلا الدوري الانجليزي مع تشيلسي. دلوقتي بقى نيجي للسؤال المهم، مورينيو راجع لايه بالظبط؟ المشكله ان هو داخل على حرب حقيقيه، يعني الموسم الجاي هيبقى في حرب جامده جدا في الدوري الاسباني، فهو راجع لايه بالظبط؟ ده غير بقى ان هو جاي على مشاكل في اوضه اللبس كبيره جدا، والخناقات اللي بين اللعيبه استربت للاعلام والدنيا بايظه، واخر واحده اللي هي فالفيردي لما راح المستشفى دي، ويومها تشافي الونسو واربيلو ما عرفوش يفضوا الخناق، يعني كان اتنين بيتخانقوا في حاره ضيقه كده. يعني برضه لو ما تعرفوش عن مورينيو ان هو من المدربين القليلين جدا اللي بيعرفوا يسيطروا على النجوم الكبيره اللي زي اللي موجودين كده في ريال مدريد. عندك برضه بيريز اعلن ان في انتخابات جديده في النادي، وفي معارضه قويه جدا من رجل اعمال انريكي ريكيرني، ده معناه ان لو حصل اي تغيرات كبيره جدا في النادي، اي تغييرات من بيريز هتتاجل لحد ما الانتخابات تخلص ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. ده غير ان برشلونه مش هي نفسها اللي كان بيواجهها قبل كده مورينيو، برشلونه دلوقتي قويه جدا ومستقره وكسبت الدوري مرتين ورا بعض. ده غير ان عندها جيل من لعيبه الشباب، يعني مش عايز اقول لك هم في فتره ذهبيه في حياتهم دلوقتي. مورينيو دلوقتي عنده 63 سنه والكره اتغيرت وطريقه اللعب اتغيرت والبيلد اب من ورا بقى حاجه ثانيه، في اسلوب لعب كتير جدا اتغير واتعمل، وده بقى اسلوب العصر. وفي ناس كتير جدا بتقول ان افكار مورينيو دي ما عادش هتنفع خالص في الوقت اللي احنا فيه ده، بس برضه خلينا نكون منصفين، مورينيو عارف ريال مدريد كويس جدا، وعارف الضغط وعارف الاعلام بيبقى عامل ازاي وعارف الجمهور، ومش هيحتاج فتره تاقلم كده عشان يعرف الناس ماشيه ازاي واللعيبه ماشيه ازاي. ثانيا الفريق محتاج شخصيه كده، محتاج حد يقول انا هنا اللي بقرر، ودي بالظبط الحاجه اللي بتميز مورينيو. انا بصراحه شايف ان الصفقه دي من بريز رهان كبير جدا، ده مش رهان رياضي، ده رهان اعلامي، عشان مورينيو بيحب الكلام وبيحب الجدال وبيحب الاعلام عامه. يعني توقعي ان الموسم الاول كده هيكون عنيف، هيكون في خناقات وفي مكسب وفي خساره، بس لو قدر يكسب الليجا او دوري الابطال مع ريال مدريد هيقعد. ما كسبش انا حاسس ان نهايته هتكون قريبه وهيمشي بسرعه. بس في كل الاحوال انا حاسس ان الموسم ده هيكون موسم جميل جدا. يعني عندك مثلا هتشوف مورينيو ضد فليك، مورينيو ضد سيميوني، مورينيو ضد الصحافه، ضد كل حاجه، هتشوف موسم تاريخي. انا حاسس بكده. انا عايزك بقى تسيب لي رايك في الكومنتات وتقول لي هل رجوع مورينيو لريال مدريد قرار صح ولا غلط، وتتوقع هينجح ولا هيفشل. وعايزك برضو تقول لي انهي لحظه في فترته الاولى عجبتك ومعلمه معاك كده وعايشه في ذاكرتك. بس كده، لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تشوفوني فيديوهات جديده قريب ان شاء الله. اشوفكم في فيديو تاني، سلام.